ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضنا كيكه الشوكولاته، وكمان هقولك ازاي تعملي صوص الشوكولاته بطريقه سهله جدا ويطلع القوام بتاعه معاكي مظبوط. زي ما انتم شايفين الكيكه هشه وجميله اهي، وكمان طعمها مش عايزه اقولكم على طعمها، كمان طعمها جميل جدا. شايفين الجمال؟ هشه، وكمان الطعم بتاعها عايزه اقولكم طعمها جميل جدا، هتعجبكم قوي بجد، طعمها حلو قوي. طبعا انت ممكن تزوقيها باي حاجه، انا كان عندي كاستر الصراحه فرحت مزوقاها بيه اي حاجه كده. ونبدا ونقول بسم الله. عندي كوبايه سكر وكوبايه لبن، وعندي هنا نص كوبايه زيت، وثلاث معالق كبار كاكاو، واربع بيضات، واتنين فانيليا، وواحد بيكنج باودر. وعندي هنا 300 جرام من الدقيق. طبعا انا بحط على الدقيق ذره ملح بسيطه جدا. هبدأ بقى انزل في الخلاط، احط السكر واضيف الزيت، واضيف اللبن، عايزه اقولك انت لما بتضربيها في الخلاط فتره، يعني ممكن من مثلا من دقيقتين لتلاتة كده، كل ما بتطلع معاكي الكيكه هشه وحلوه. هحط الفانيليا، وعايزه اقولكوا كمان لو حطيتي معلقه خل او عصره ليمونه مع الكيكه بتطلع الصراحه، بتبقى طريه، بتقعد معاكي فتره طويله برضو، طريه ومتنشفش. انا ضفت كل المكونات بتاعتي في الخلاط اهي. هخلي الخلاط يضرب شويه كده فيها لحد ما ايه، احس ان هي خلاص بقى كده بدأت تنفش. هنا طبعا انا مجهزه الدقيق وحطيت عليه ذره ملح، هضيف بقى ليه البيكنج باودر. هقلب كل المواد الجافه اللي مع بعضيها. هنزل بالخليط تدريجيا شويه شويه. طبعا انت بتقلبي في اتجاه واحد وتحاولي تلمي من الجوانب كده، وانزل شويه شويه. اهم حاجه ان انت تقلبي في اتجاه واحد، وتحاولي تلمي من الجوانب لحد ما الدقيق يختفي معاكي تماما. انا كده حطيت كل الخليط اللي عندي. هبدأ اقلب بقى كويس برضو في اتجاه واحد. زي ما انتم شايفين القوام بتاعها، بصوا عمل ازاي. هو ده القوام المطلوب للكيكه. طبعا انت بتبقي مسخنه الفرن بتاعك على 100 درجه حراره 180. لما بتكوني مسخنه الفرن بيساعد معاكي ان الكيكه تستوي بسرعه وترتفع بقى احسن. انا كده دهنت الصينيه سمنه، وبعد كده حطيت الخليط اللي انا عاملاه بتاع الكيكه، وهبدا ادخلها الفرن بتاعي اللي انا مسخناه على 180 درجه. هبدا هنا بقى اعمل صوص الشوكولاته. انا هنا عندي كوبايه الا ربع زيت، وكوبايه سكر، وكوبايه لبن،
ودول 4 معالق كبار كاكاو. عملت صوص الشوكولاته سهله جدا ومش بتاخد معاكي وقت، وكمان يطلع القوام بتاعه مظبوط معاكي. انا ضفت الزيت وبعد كده نزلت بالسكر، هنزل بقى باللبن، وهضيف الكاكاو. بص شايفين القوام بتاعه، انا ضربته في الخلاط، ده القوام بتاعه. لو انت عايزاه بقى خفيف شويه انت ممكن تزوديه شويه لبن، بس هو ده القوام اللي انا عايزاه. ودي الكيكه خلاص اهي استوت، هتاكد ان هي استوت، بدخل خلة سنان في قلبيها، ولو طلعت ناشفه بتبقى كده استوت تمام خلاص. وسبتها بردت، وبعد كده هبدا اضيف لها صوص الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. الصوص الشوكولاته بص السمك بتاعه جميل. انت بقى لو عندك اي حاجه، عندك مكسرات ممكن تحطي عليها، عندك اي حاجه ممكن تزويها بكريم شانتيه وكده. انا صراحه كان عندي كاستر فقلت اديله اديها شكل بس بيه كده. هضيف لها بقى الكاستر اللي عندي، اعمل له اي شكل كده. بس عايزه اقولك انت لو حطيت لها مكسرات، حطيت لها كريم شانتيه، اي حاجه عندك او كريز، اي حاجه تزوقها تديها شكل بيها هتبقى معاكي جميله جدا. وده شكلها في النهايه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه وكومنت جميل زيكم كده. ومتشكره لوقتكم على المشاهده، وياريت تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه.